في الفيديوهات اللي بنرسم فيها بالقلم الجاف زي الفيديو ده اللي هنشتغل فيه سكتشات بالقلم الجاف، الناس بيسأل هو انت ليه بترسم بالقلم الجاف؟ القلم الجاف سهل جدا ان انت تلاقيه في اي مكان فتبدأ فورا، ما تأجلش، ما تقعدش تقول اما اشتري ادوات معينة. القلم الجاف مش لازم حتى تروح المكتبة علشان تشتريه، انت ممكن وانت في السوبر ماركت بتشتري حاجات للبيت ممكن تجيبه بالباقي، هتلاقيه قدام الكاشير كده، فسهلة. تعالى نبتدي ان احنا نشتغل على رسم الوش واقول لك ازاي بنقسم العناصر بتاعه الوش اللي هي الملامح وازاي بنشتغل عليها. اول حاجه احنا قلنا ان الوش عباره عن اي شكل هندسي. انا هنا اشتغلت مثلا بشكل دايره، تعالى نشتغل هنا بشكل مربع. لو الدايره صعبه معاك في البدايه، وده طبيعي جدا ان انت ايدك لسه مش اخده على المنحنيات، طبيعي ان انت تشتغل على الخطوط المستقيمه دي بيبقى اسهل لك. بس ما فيش مانع ان انت تبدا تتمرن على الدايره الى جانب الشغل اللي انت بتشتغل عليه. برسم علامة زائد في النص يعني بوزع الملامح بطريقة بسيطة جدا. الخط اللي بالعرض برسم عليه العين، ارسمها اي شخبطة، ما ترسمش العين مظبوط. في النص بيبقى المناخير، ارسمها برضو اي شخبطة، اي دايرة كده شخبطة. والبق تحت الايه، تحت المناخير بطريقة بسيطة جدا. طيب في نفس الخط اللي بالعرض ده برسم الودن بعبارة عن نص دايرة، نفس محاذاة العينين. وارسم بقى الشعر فوق، مجرد شخبطات شخبطات بس ادتني في الاخر شكل بيقول ان في هنا في هنا ملامح، في هنا حاجة عايزة تتقال. طيب ايه بقى اللي هيتقال؟ ان انا لما ارسم الوش بيبقى عبارة عن شكل هندسي. تعال نجرب شكل هندسي مختلف شوية، نخليه مثلا شكل شبه منحرف. ده اللي هو الشكل الخارجي بتاع الوش. ممكن اجي عند الزوايا اللي هي زي الزاوية بتاعت الزاوية القائمة دي بتاعت المربع واخليها كيرفات، لو انت يعني حابب ان انت شغلك يطلع يعني مريح اكتر. تعالى للزوايا بتاعت الشبه منحرف ده ونخليها كيرف، وهنا كيرف. ومش لازم تطلع نتائج مبهرة، مش لازم خالص. المهم ان انت تعرف الفكرة اللي تشتغل عليها بيها بايدك. عندي علامة زائد اهي في النص. هرسم بقى هنا العينين. العينين بتترسم ازاي؟ العين عبارة عن كورة بيضة، في النص النني الاسود، وعندي هنا الجفن. العين التانية بتاخد نفس الشكل. ممكن ارسمها احطها هنا دلوقتي، مش هحطها هنا دلوقتي. طيب بعد كده عندي هنا العينين، هنا المناخير. المناخير برسمها عبارة عن علامة استفهام مقلوبة بطريقة بسيطة جدا. والبق عبارة عن خط بسيط جدا، وباخد قوسين كده صغيرين لو هو مبتسم، علشان بيبقى دي المفروض ان دي الخدود اتلمت تحت تحت فتحة البق يعني. وعندي طريقة تانية للعينين، ممكن تكون كورة بيضة وفي النص نن اسود، والجفن هو اللي عامل شكل زي مربع كده. فيبقى شكل العين اللي بيحددها شكل الجفن مش العين. العين نفسها عبارة عن كورة بيضة وفي النص النن الاسود. ممكن الجفن ده ينزل على النن الاسود يخليه غطسان يعني زي كده، تحس ان هو منعوس. وطبعا في اشكال كتير جدا للمناخير والكلام ده كله، لكن هنتكلم عنها حاجه حاجه. انا بس بقول لك الفكره كبدايه، يعني لو انت اول مره تشوفنا فالفيديو ده ليك. ادي العينين، هرسم بقى العين. عين هنا وعين هنا، وهاخد الخط ده والخط ده اللي هو الجفون. الجفون بتهدي العين شويه. لو انا سبت العين من غير جفون او انها مبرقه كده او جاحظه كده، هتفرق معايا لو انا برسم حد مثلا مندهش، اللي هو مندهش فاتح عينيه على الاخر والحواجب مرفوعه والحركات دي كلها. طبعا الحواجب عباره عن خط هنا وخط هنا، بس اديله تأثير الشعر. وادي نن العين، ممكن نكبر نن العين، تصغر نن العين براحتك خالص. طبعا الكلام ده كله له مقاييس وله حاجات الناس بتتعلمها وحاجات كتير، لكن بالنسبه لك انت كراجل مش في دماغك الرسمه خالص، وانا بحاول احببك فيه، فبقول لك الموضوع بشكل بسيط جدا. وادي عندي المناخير عباره عن شكل علامه استفهام مقلوبه. يعني لو قلبت الورقه دي كده هتبقى علامة استفهام، من غير طبعا النقطة اللي تحتها. دي بمنتهى البساطة يعني، عشان بس الموضوع يكون بسيط جدا. في حركة تانية للمناخير، ممكن اعمل زي دايرة كده وفتحتين المناخير تحت، او ممكن علامة الاستفهام دي اعمل لها فتحتين المناخير تحت، هيديني شكل دقيق اكتر للمناخير. وادي البق عبارة عن قوس كده، ولو هو مثلا بقه مفتوح هيبقى فيه قوس تاني متقابلين عند النقطتين دول. والاسنان تكون باينة.
فوق وتحت، وما بينهم اغمق بالاسود او اغمق يعني ايه حسب القلم اللي معايا، علشان يبان ان في عمق للبق. ممكن ازود ايه حته دقن كده صغيره تحت، عظم الدقن يعني. وعندي الودان في نفس محاذاه العينين. الودان عباره عن ايه، عن نص دايره كده، ما تكترش فيها طبعا، فيها تفاصيل كتير جدا ممكن نبقى نتكلم فيها، لكن ده بشكل مبدئي. واعمل بقى الشعر فوق. غمقه بس علشان يبقى واضح ليك. يعني كده الموضوع بسيط جدا، او الفكره بسيطه، لما تيجي تنفذها اكيد هيبقى الموضوع كانك يعني انت مبتدئ، والموضوع اول مره تمسك قلم وتحاول ان انت ترسم، فطبيعي تقبل جدا اي نتيجه تطلع من ايدك. طبيعي المربع اللي انت بترسمه يطلع مش مظبوط، طبيعي الدوائر اللي انت بترسمها تطلع مش مظبوطه، تطلع مش عارف شكلها مش عارف ايه. فما تقارنش نفسك باول تجربه ليك. تعالى نعمل شكل بيضاوي، ونعمل علامه الزائد. هبتدي اشتغل ايه على العينين. العينين بقى لا، انا ممكن اكبرها جدا بحيث انها تخرج حتى بره شكل الوش. ومش مش هعمل لها جفون، هعملها عين مبرقه كده جدا، بحيث ان هو مثلا ايه وادي المناخير. والبق هخليه بقى مش مبتسم او مش هادي كده، لا خليه مضموم كده، بحيث ان هو متفاجئ من حاجه. وممكن حتى الحواجب تبقى مرفوعه وخارجه بره الشكل عادي جدا. وادي الودان في نفس محاذاه العينين، ومثلا علامه تعجب كده او اشارات كده اللي هي ايه متعجب جدا، شاف حاجه واو يعني. تعالى نرسم واحد تاني. ادي دايره. يبقى ارسم دوائر كتير. لو انت الدوائر عندك مش مظبوطة حاول ان انت تتمرن عليها. ادي علامة الزائد، وادي العين. العين بقى ممكن اعمل ايه، ممكن اعملها مكسورة كده زي 8، بحيث ان الراجل ده يديني احساس بالحزن شوية لو انا هرسمه حزين. الحواجب، في ناس بترسم الحواجب يعني هيرسم بقى الحواجب ايه حزينة او غاضبة او كده، بيبقى خايف يقرب من العين. لا عادي، انزل على العين عادي. انزل يا عم وجرب، لو باظت باظت، ايه المشكلة يعني. وادي المناخير ممكن اكبرها، ممكن اعمل بقى البق ايه قوس كده لتحت، بحيث ان هو ايه حزين. وادي الودان في نفس محاذاة العينين. الودان في نفس محاذاة العينين دي معلومة اساسية وهتمشي معاك في حاجات كتير جدا. نعمل له شوية شعر هنا وشوية شعر هنا. ممكن تعمل له ده معاه هنا اللي هو ايه حزين قوي يعني. بس جرب كده ترسم زيها وقول لي وصلت لفين. ولو عندك اي اقتراحات لاي حاجة اكتبها لي في كومنت تحت.